الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. لقد أمرنا الله عز وجل بكل ما ينفعنا فعصينا، ونهانا على كل ما يضرنا فخالفنا أمره، فإن عفا فقد من، فإن عاقب فما ظلم، غير أن عافية ربنا أوسع لنا، لأنه يجد من يعذب غيرنا ولا نجد من يرحمنا سواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أخرج الله على يده خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك السداد والرشاد. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول في آية أخرى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يقول أحد من السلف الصالح وهو ينصح ويعظ المؤمنين فيقول، وهو يحيى بن معاذ، يقول: العقلاء ثلاثة. العقال ثلاثة العباد. همزورو قال: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، والثاني: ومن بنى قبره قبل أن يدخله، والثالث: ومن أرض خالقه قبل أن يلقاه. يقارب ثلاثة العباد العقال كيسن ربي الحكمة أنوثن ثلاثة العباد أمزورو إنيك من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وين يجل الدنيث وتعب ذرة وقبلت جيث الدنيث. والسن إنيك ومن بنى قبره قبل أن يدخله، وين يفنان أزكينس يخدم الخير وقبل أذيك شم وزكيك، إنه هو من العقلاء. والثلاثينيك ومن أرضى خالقه قبل أن يلقاه، وين يعني يخذ من الخير يوكن ربي يرضو في الله وقبل أن يوضع ألفستن سيدي ربي عز وجل إلا قد يرضي في الله للدوني ثقي وقبل اللقط. وقي من أحد الحكماء وسيدنا يعقوب قارن العلماء يسد الأثر في كتب التفسير أنه زاره ملك الموت، يسد رغوص ملك الموت، فسأله حاجة. الناس كان يقضوا في الحاجة. الناس: وما هي؟ قال: أن تعلمني إذا دنا أجلي، أي تعلمض ما ديوض لجلينو، ما دوض أتوض روحينو، أي تعلمض قفل. الناس فقال: نعم. ملك الموت: ناس سأرسل إليك رسولين أو ثلاثة.
إني تشجع السن الرسل المرسولين ثلاثة أكيد يخبرنا في المسجل إنك فلما انقضى أجله أتى إليه ملك الموت فقال له سيدنا يعقوب أزائر أنت أم لقبض روحي إنك ميكفل أجل سيدنا يعقوب يسد رغوص ملك الموت يسقسات الرسول الكريم إنيس يصيد زورب نغطوض روحينو إنيس بل جئت لأقبض روحك إنيس سيدنا يعقوب ولكن ألم تخبرني أنك سترسل إلي رسولين أو ثلاث إنيس ولكن في النضيد بلي كتشجع السين الرسل ثلاثة وقبل ذوي روحينك إنيس فقد فعلت شجع السين الرسل ثلاثة إنيس أما الرسول مزورو إنيس بياض شعرك قبل سواده إنيس الرسول مزورو ذي الشيفني ديفون ذي قرويك ذويني الرسول مزورو الشافض في اللي شعر يعني ذا كان يوال ذا شبحان إنيك وقيد الرسول مزورو إنيس أما الرسول الثاني فهو ضعف بدنك بعد قوتك إنيس أما الرسول ويسين يمشجع ويسين إنيس الضعف صغر ضعفه في اللي تجهدو في القوينك في روح القوانينك احنا الزميرات الحب والزميرات كذا ترفضوا في روح القوينك إنيس وقي ذا مشجع ويسين إنيس أما الرسول الثالث فهو انحناء جسمك بعد استقامته إنيس أما الرسول ثلاثة يمشجع رسول يتشجع إنيس أثن يخنا البدن إنك الجسين كنا أسميث اللي تجهدوا في اللي في الدار ثلاث ورا كنيا لكن يجي الجسينك ذو قيد رسول ما تولد اللي عفيك إنه أثان في الحقيقة يقترب أجله فهو رسول من ملك الموت إليه ثم الناس يعني ملك الموت ليعقوب إن هذه رسلي يا يعقوب إلى بني آدم قبل الموت إن ثلاثة يقف نشجع كل إنسان قبل أن يموت أنه غلر الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يروى أنس بن مالك عن معاذ بن جبل هو صحابي جليل إنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشم معاذ بن جبل روحان من الرسول صلى الله عليه وسلم يسقسف الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس كيف أصبحت يا معاذ أمك كي تصبحض أمك تليض يا معاذ وكان نكوني سؤال سميضيون كيف أصبحت أمك تليض صفا كيني ولكن انظر إلى جواب الصحابي الجليل إنيس معاذ بن جبل إنيس أصبحت مؤمنا بالله حقا إنيس أصبحت أقلي صبحاض ذي المؤمن حقاني السيدي ربي عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أنا مانيش روحيه إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة فما مصداق ما تقول إنيس يا معاذ كل أول الدنيا إلى قصد بينة كل الحقيقة تذكر إلى قصد برهان الناس أشوت البرهان إنك يا معاذ أفكيد أمسك يقلك مؤمن بالله حقا أو الدليل ماشي ذا والكان ديننا ذي العمل إسقساه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن يقول إني آمنت بالله لا ما هو حقيقة هذا الإيمان أجوز ديننا معاذ بن جبل وهو من الصحابة الكرام الكبار المعروفين إنيس يا نبي الله ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أصبح إنيس يا نبي الله أنفي يا محمد كل ما تذكر أصبح أسني غود تذكر أنا غسوي السين يعني الدنيا الموت السماء وقيل معنى إنيس ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى إنيس كل ما يعني أدي الحقيو في الخطوة أسني غتنور على الخطوة الثانية ثم قال له وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها معها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله إنيس يا نبي الله أن زنق ليتوليغ
الآخر كل أمة تساد تركع جاثية، الجاثية راكعات أفغر الهول جمال يبدل العبد يوم القيامة يغلي الشرارين إنس كأني أرى كل أمة راكعات لله سبحانه وتعالى من شدة الهول والخوف من عذاب الله عز وجل. إنس وكل أمة تمسنا بينس تكتبتيس والأصنام التي كانت تعبد ولا التماثيل اللي نعبدن يعني المشركين ذي الوقت أثناء 8 سنة إنس وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة. إنس مزونة ولي ربي يعذب أهل النار وكأنما أرى كذلك أهل الجنة يتنعمون أمزونة ولي الجنة كأنها حقيقة ترى وهي غيب كما نعرف. الرسول صلى الله عليه وسلم يسجل الزوال إنس يا معاذ عرفت فالزم، عرفت الإيمان بالله الحقيقي وكأنك ترى يوم القيامة وكأنك ترى النار وترى الجنة فالزم هذا الصراط المستقيم. ماشي أم نكون يستنير نسال يخدم في خسارين ولا يلتزم، والحقيقة هو الالتزام هو الذي سيسألنا الله عز وجل يوم القيامة. إناس انظر الرسول ماشي سنة إناس عرفت فالزم، ماشي كثرة المعلومات والآيات والأحاديث والعمل. إناس عرفت فالزم يا معاذ. هذا نقال دائما في درسنا في الموت أنولي قليلا الاحتضار ما يحتضر الإنسان عندما يأتيه ملك الموت كيف يكون. أولا ما يلازم المؤمن يقول لا تدننا في الدرس قاعدان فإن ملك الموت يأتي مع ملائكة الرحمة. ربي يدي صوب الملائكة من الرحمة ملائكة وكنت بشرا الجنة. قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله عز وجل الذي قال بنمادية الاحتضار للمؤمن أذن شقا ملائكة الرحمة. أشو السنين الملائكة يجي أجد قار مجاهد وهو من التابعين المفسرين إنك تتنزل الملائكة في موقف عظيم يوم الموقف تسجد العبد مرة يتسجد أما ذي المؤمن أما ماشي ذي المؤمن إنك الإنسان يخاف على ماضيه يجاز فشي عدال ويخاف على مستقبله سوى يلحو. هل هناك عذاب القبر؟ هل هناك عذاب النار؟ هل هنالك حساب؟ هل يعني والسنانة شدي تسن وزرارة. فإن الملائكة تأتيه وتؤمنه كما يقول مجاهد إنك وتطمئن قلبه. السنين تجازل الملائكة يجي السنين كتيني سعودار الخوف كتيني تليض المؤمن أنت من أهل الجنة كتيني تليض خدمة الخير تليض عبد سيدي ربي عز وجل فتؤمنه من الأمن والسلام وعدم الخوف. تلقى ملائكة البشرى تأتي يعني ملائكة الرحمة وتؤمن هذا الإنسان المؤمن. ما إلا العبد ذي الكافر قلا والعياذ بالله كان فاجرا كان لا يطيع الله عز وجل إلا يخدم راين دي الناس دي ربي عز وجل لا يصلي لا يصوم يكفر بالآخرة يستهزئ بالنار والجنة. ما إلا العباد يكفرون فإن الله عز وجل وصف كذلك موقف أنه لا ولي له ويسعى الولي ويسعى الملائكة البشرى بل له ملائكة العذاب. هذه نزل سيدي ربي عز وجل الملائكة من العذاب يوكنا عذبا ما سفر روحني. قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نيك ربي نزل الملائكة قاش أخذ مني الكافر إنك تكسن هذو ثن عروريس تدفريس هذو ثن الوجوه ناس السنين ذوق عذاب الحريق. كشينيت اللي تكفروا
سيدي ربي عز وجل لا ولي لك. ذكيوت الآية النظام قال ربي عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. العلماء قالوا زاكي الملائكة أسنين صفة الروح التي غضب الله عليها. شوف غيتيد توقد في الروح توقد في الزرع بليلة العذاب تشراجو أستر ولا مديني أسروح هاري ضرنيس أسروح هاري فسنيس أسروح هاري عروريس أفاش تجي الملائكة تضرب هذا الإنسان الكتف يوكد في الروح إلى سخط من الله عز وجل وإلى عذاب الله وإلى عذاب الحريق. يقارد المفسر الكبير ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم يقارد أي لو ترى يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما فظيعا منكرا إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوقوا عذاب الحريق. يعني كأنما الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد كتولي الموقف كشتيني أثر الخلاف لأنه موقف عظيم وموقف يعني فظيع السوحاش الموقف ولكن يا رسول الله فإنك لا ترى هذا فإنه من الغيب الرب عز وجل يقزران العذاب. وفي الاحتضار العزمة ديال الثانية ديال الموسى ما ديال الموت الورث لن بعض الأمور لقد نخدم لن ذي سنن النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة نزوروا الدعاء للمحتضر إلا قمت روح هذا الزور ديون مات ولا ضسان يعني زمرة يعني هذه مات النغيه لكي يولي هلاك ميؤوس إلا قد تدعو التماس. يقرض النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواته أم سلمة في صحيح مسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إن النبي صلى الله عليه وسلم تروح متزورهم العبد هلكن إن العبد الذي يحتضر يعني قيفة يمذ إن يمد الحاجة الهان إن مثلا اللهم اجعله من أهل الجنة اللهم أعاده من عذاب القبر اللهم اشفيه أفيغان إنك عطلت الملائكة ديننا حاضرة والملائكة دين آمين. أفاش تجد من السنة ما يروح يزور العبد هلكن العبد الذي يئس من الدنيا يعني ربما سيموت الدين الخير بدون أن يفصله الرسول صلى الله عليه وسلم كل حاجة لها نسيت فإن الملائكة تؤمن. وكذلك جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره أدس وصف اسمه موت عمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنك إلا سفلا مطراح إنك فتكنفه الناس مدنوك تروحون الغرس يعني يقبلونه يرونه إلى غير ذلك خطأ حزن شديد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه إنك وهم يدعون ويصلون قبل أن يرفع قبل ثواني يعني مغلن إنك وأنا فيهم يعني ابن عباس الله جلسا إنك فلم يرى عني إلا رجل أختم ذلك صبنا قرون سنة شويتي ولا إنك إلا رجل آخذ بمنكبي إنك أنا يون العبيد دفاقا وليد ابن عباس معروف صحابي جليل إنك يطفي دكاك استيس إنك فكنت أسمع أنه يقول يرحمك الله يا عمر إلى قارد علي بن أبي طالب لعمر يرحمك الله يا عمر ادعو يس الرحمة أتي رحمة سيدي ربي عز وجل. وقد دليل أن الدعاء إذا ذهبت لتزور ميتا أو محتضرا أو كذلك مريضا. وكذلك السنة السنة أن تلقن الميت والمحتضر هذا أن تلقنه الشهادة ما تغلط الزروط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله. لقنوا أي ما تغلط الزروط أدن لا إله إلا الله وخاصة نمشي لنا المحتضر الذي يروح ينسمزل في غارة فخطر الشيطان يجتهد في هذا الوقت وفي هذا المكان يوكلنا أذي كفر الإنسان أفين شتقي ما تدي زور لاب أديني لا إله إلا الله تجي كذلك ذي السنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك من الأدعية المروية في الصحيح أن الإنسان هذا لابد أن يدعو الله عز وجل الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول فيه: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا بهذا الدعاء قبل وفاته. وكذلك من السنن كذلك أن نضع اليد على هذا الإنسان الذي ما زال لم يموت، أما ما يوقيه الحين مليح نغ المريض أسمسحظ يعني وذميس كذا بيدك وادعو الدعاء الذي كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيه المريض. كان يقول: اللهم رب الناس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أدعو ربي تشفي لأن الشافي هو الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في زرام اسمي يروح حد يزور سعد بن أبي وقاص وكان بمكة المكرمة يدعيس إنيس: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. والسنة في الثلاثة كذلك المحتضر وين يعني يزدوس الموت يعني قبل أن يموت نرجيه كما قال العلماء في رحمة الله ونحسن له الظن بالله تعالى. إلا نحسن الظن بالله شو المعنى؟ أسنين إن شاء الله أنت من أهل الجنة إن شاء الله. كتيني ربي ثاني أتي غفار، كتيني تلي تخدم هذا الخير، تلي تحوض يعني الجماع، تلي تصدقه، تلي تزورو، تلي تخدم دار الشر، تلي كذا. نحسن الظن كان يموت وهو يعني يحسن الظن بالله عز وجل. هذه مثل أنت متيقن أن الله يرحمه ويغفر له. تليت القصة رويت عن عمرو بن العاص وهو صحابي من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقال أنه يقول أحد من الصحابة: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وولى وجهه إلى الجدار. إنك نحضر يعني الاحتضار ميدوسا يعني الموت في عمرو بن العاص. إنك ليس وطن يزيقد مثل الحيط باش يتولي حتى يول ويعني يستغفر الله ويتسلو يقاد. وقع عمرو بن العاص ما بالك يحب نينين كل كما ديت الموتى. إذا كان يبكي وإلا يعني يرغرس يعني واحد من صحابة سيدنا إنيس فجعل ابنه وقيد ميس كذلك من بينهم سيدنا ميس إنيس كان يقول له: يا أبتاه أما بشرك رسول الله بكذا، أما بشرك رسول الله بكذا. إنيس سبب وكبشرى الرسول في الخير وكبشرى في الجنة وكبشرى في المغفرة. كان يحسن له الظن بالله إلى مد أزناز اسمه الحاجة الهانيك لا يخدم. إيوا كان يموت على حسن الظن بالله. وإن كان الصحابة صفة يقسعانس ولكن كانوا يخافون من الموت. وكذلك كما قلنا في الدرس الماضي أن الموت عندما تخرج الروح ما تفه الروح ثلاث سكرات، سكرات الموت. سكرات جي ولاد الرسول صلى الله عليه وسلم عانى منها ولاش العبد يعني يسعنا سكرات الموت جي. وسكرات الموت هي عندما تخرج الروح يتعذب الإنسان تؤلمه الألم. السكرات هي الكربات، هي الغمرات، هي يعني مدينة يعني العبد قسن أي تسفري كنت وليرى. ولكن هنالك هذه السكرات كما قال تعالى في القرآن الكريم يصف سكرات الموت في سورة قاف. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولم يمكن يوصف سيري ربي عز وجل الموت إنه كأنما الإنسان نائم يطص يسعى تذولي أن بعد الذكر تذولي الذكر يولي الحقيقة. هكذا الاحتضار وهكذا الموت كأنما الإنسان في غفلة يروح. فعندما يأتيه ملك الموت ويأخذ منه روحه الذكر تولي يزرع وتروحون يزرعها يعني هل من أهل النار هل من أهل الجنة يزرع إذا تولي هل له عذاب أم هو من أهل الإيمان. وقرب سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها
واصفة احتضار الرسول صلى الله عليه وسلم كان تقول: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب ربي وكنا هذيك كثر شدة لسكرات الموت هو كتخفف في الأمة ينس أفاش كان تقول عائشة هو اللي غار العمري ولا عيوني السفرة وقبل ذي مثل أمشي السفرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنولي أميك إدي والصفيون من سلف صالح الاحتضار أن تتفاروا حقي هو كنا نستعد لهذا اليوم لأن يمكن الذي أنا دي بالاحتضار ومن خروج الروح ومن سكرات الموت. انظر يعني يمشي إدي والصفيون الصحابي نيك عن عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قال له ابنه: يا آبتاه، ولي مثل سنة مثل ولد ثلاث ولي مرة ثانية إنك لتقول إنس أبدا وسلي ضاس قرض ذي الدونيس أشو دي قرب أبدا سقى عمرو بن العاص يميس يقاس: يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد. إنس اللي قرض ذي الدونيس وكان الدفاعية ولكن يقف ذي مس أيدي والصف أمش ستيل المساقي أشو سينا مساقي كيس فاطن إنس وأنت ذلك الرجل ذكشني إذا رقزني يا أبتاه فذكشني إذا رقزني إني فصف لي يا أبتاه الموت ما دام أقلك في حضار يعني في احتضار وصفيد أمش سيل المتقي يا أبتاه. أشو زدينا انظروا كيف يصف الموت. إنيس يا بني والله كأن جنبي في تخت وكأني أتنفس في سم إبرة وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. ثم قال شعرا يعني ناس أمي زر المتقميش أم العبد قلن في تختين التخت ذي اللغة العربية كما جاء في لسان العرب عندي ترن زيك اللبسة أرغونا فما دي تخزن تمشطوح إن سما دي العبد تندقل تخزنتني ويزمال دي حرك لا كا أما ديران ديونهم ممكن أمن نعشاقي إتران الموت الميت جيس إن يسوس ما تحرك إن كأني في تخت لا حركة لا يمكن تتحرك لا اليد ولا رجل ولا رأس إن وكأني أتنفس من سم الخيط يعني ناس من سم إبراته ناس أمزونة نفسها سمروجني أطوطوشنا مشطوح نتسجنيت ذوينا كان الاسبيراسيون ينس اما دينا الموت يعني خلاص اجل يكفى الاكسجين نينيك يكفى انتهى يقعد شويه كأنك يتنفسه الانسان حتى ينتهي ما عنده من حق هذا الهواء. إنك وكأن غصن شوك يجذب من قدمي أم دنيا السنان نسود تظني السلين تسون أخطى الروح أدي تكسد ملك الموت بالملائكة وكنتفى من الفم. هكذا يحتضر الإنسان. أفاش تجي سيدي ربي عز وجل يوكن السيارة يوكن يعني نتذكر ونتعظ بالموت واليوم القيامة كانت في المواقف إنك بالك وتتندمم سي المواقف هذه. الموقف الأول موقف الاحتضار وهو موقف الموت. أشد قاتل يا ربي عز وجل الذي القرآن الكريم ما ولذلك الإنسان قريبا ماذا قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فاعل الموت سيأتي إليك فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال ربي كل ثلاث شوية أذغل من صالحين. الجواب ثاني نجي القرآن الكريم مثلا مد يوم القيامة قال تعالى جوابا عليه: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الثاني من الموقف ولقاس نتسوى هو احتضار الإنسان هو سكرات الموت. الموقف يوسن يوم القيامة ويتندمر الإنسان يوم يرى نفسه أنه من أهل النار يوم يدخل الجنة النار فيقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا ربي إناد. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد
ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولكن جواب سيدي ربي عز وجل كان في القرآن قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ربي نكفي الحياة إغلاقا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. لقد أمرنا الله عز وجل بكل ما ينفعنا فعصينا، ونهانا على كل ما يضرنا فخالفنا أمره. فإن عفا فقد من، فإن عاقب فما ظلم. غير أن عافية ربنا أوسع لنا، لأنه يجد من يعذب غيرنا ولا نجد من يرحمنا سواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين، بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أخرج الله على يده خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك السداد والرشاد. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول في آية أخرى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يقول أحد من السلف الصالح وهو ينصح ويعظ المؤمنين فيقول، وهو يحيى بن معاذ، يقول: العقلاء ثلاثة. العقال ثلاثة العباد. همزورو قال: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، والثاني: ومن بنى قبره قبل أن يدخله، والثالث: ومن أرض خالقه قبل أن يلقاه. يقارب ثلاثة العباد العقال كيف نربي الحكمة. أنوثن ثلاثة العباد كي أمزورو إنك من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وين يجا الدنيف وتعب ذرة وقبلت جيت الدنيف. والسن إنك ومن بنى قبره قبل أن يدخله، وين يفنان أزكينس يخدم الخير وقبل أذيك شم وزكيك، إنه هو من العقلاء. والثلاثينيك ومن أرضى خالقه قبل أن يلقاه، وين يعني يخدم من الخير هو كان ربي يرضو في الله وقبل أن يوضع ألفستن سيدي ربي عز وجل. إلا قد يرضي في الله للدوني ثقي وقبل اللقط. وقي من أحد الحكماء وسيدنا يعقوب قارن العلماء يسد الأثر في كتب التفسير أنه زاره ملك الموت، يسد رؤوس ملك الموت فسأله حاجة،
الناس كان يدقضوا ضيوت الحاجة الناس وما هي؟ قال أن تعلمني إذا دنا أجلي، أي تعلمض ما ديوض لجلينو ما داوض أتوض روحينو، أي تعلمض قبل إنيس. فقال نعم ملك الموت إنيس سأرسل إليك رسولين أو ثلاثة. إنيس شقع السن الرسل المرسولين ثلاثة أكيد يخبرنا في المتقي إنيك. فلما انقضى أجله أتى إليه ملك الموت فقال له سيدنا يعقوب أزائر أنت أم لقبض روحي؟ إنيك ميكفى لجل سيدنا يعقوب يسد رغوص ملك الموت يسقسات الرسول الكريم إنيس يسيضي الزرب نغسى وضع روحينه إنيس بل جئت لأقبض روحك إنيس سيدنا يعقوب ولكن ألم تخبرني أنك سترسل إلي رسولين أو ثلاث؟ إنيس ولكن تنضيد بلي كنت شقعات سين الرسلنا ثلاثة وقبل ذوي روحيني إنيس فقد فعلت شقعات سين الرسل ثلاثة إنيس. أما الرسول مزورو إنيس بياض شعرك قبل سواده إنيس رسول مزورو ذي الشيفني ديفون ذي قارويك ذويني الرسول مزورو شافض في اللي شعر يعني ذفر كان يوال ذا شبحان إنيك وقيد الرسول مزورو إنيس. أما الرسول الثاني فهو ضعف بدنك بعد قوتك إنيس. أما رسول ويسين يمشقع ويسين إنيس الضعف صغر في ضعفه في اللي تجهدوا في القوينك في روح القوانينك أثنو الزميرضات الحب والزميرضات كذا ترفضوا في روح القوينك إنيس وقي ذا مشقع ويسين إنيس. أما الرسول الثالث فهو انحناء جسمك بعد استقامته إنيس. أما رسول ثلاثة يمشقع رسول يتشقع إنيس أثن يكنا البدن إنك الجسين كنا أسميث اللي تجهدوا في اللي في الدار ثلاث ورا الكنير لكن يجي الجسينك ذو قيد رسول ما تولد العبيك إنه أثان في الحقيقة يقترب أجله فهو رسول من ملك الموت إليه. ثم إنيس يعني ملك الموت ليعقوب إن هذه رسلي يا يعقوب إلى بني آدم قبل الموت إنيس ثلاثة يقفن شقع كل إنسان قبل أن يموت. أنه غلر الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يروى أنس بن مالك عن معاذ بن جبل هو صحابي جليل إنك دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشم معاذ بن جبل روحان من الرسول صلى الله عليه وسلم يسقسف الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس كيف أصبحت يا معاذ؟ أنت كي تصبحض أمك تليض يا معاذ وكان نكوني سؤال السنيضيون كيف أصبحت أمك كيني صفا كيني ولكن انظر إلى جواب الصحابي الجليل إنيس معاذ بن جبل إنيس أصبحت مؤمنا بالله حقا إنيس أصبحت أقلي صبحاض ذي المؤمن حقاني السيدي ربي عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم ما نشرحه إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة فما مصداق ما تقول إنيس يا معاذ كل أوال الدنيض إلى قص البينة كل الحقيقة الذكرى إلى قص البرهان إنيس أشوث البرهان إنك يا معاذ أفكيد أمسك يقلك مؤمن بالله حقا أو الدليل ماشي ذا والكان ديننا ذي العمل اسقساه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن يقول إني آمنت بالله لا ما هو حقيقة هذا الإيمان أشوز ديننا معاذ بن جبل وهو من الصحابة الكرام الكبار المعروفين إنيس يا نبي الله ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أصبح إنيس يا نبي الله أنفي يا محمد كل ما تذكر أصبح أتني غود تذكر أنا غسوي السين يعني الدنيا الموت السماء وقيل معنى إنيس ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى
إنيس كل ما يعني أدي الحقيو في الخطوة أسيني غتنور على الخطوة الثانية. ثم قال له وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها معها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله. إنيس يا نبي الله أن زنقلية وليغ لا خارف كل أمة تساد سركع جاثية الجاثية راكعات أفغر الهول جمع هذه بدل عبد يوم القيامة يغلي في الشرارين إنس كأني أرى كل أمة راكعت لله سبحانه وتعالى من شدة الهول والخوف من عذاب الله عز وجل. إنس وكل أمة تمثلنا بينس تكتب فيه والأصنام التي كانت تعبد ولا تمثلني لن عبدا يعني المشركين ذي الوقت أثناء 8 سنة. إنس وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة. إنس مزونة ولي ربي يعذب أهل النار وكأنما أرى كذلك أهل الجنة يتنعمون أمزونة ولي الجنة كأنها حقيقة ترى وهي غيب كما نعرف. الرسول صلى الله عليه وسلم يسجل الزوال إنس يا معاذ عرفت فالزم عرفت الإيمان بالله الحقيقي وكأنك ترى يوم القيامة وكأنك ترى النار وترى الجنة فالزم هذا الصراط المستقيم. ماشي أم نكون يستنيض نسال يخدم في خسارين ولا يلتزم والحقيقة هو الالتزام هو الذي سيسألنا الله عز وجل يوم القيامة. إنيس انظر رصص ماشي سنة إنيس عرفت فالزم ماشي كثرة المعلومات والآيات والأحاديث والعمل. إنيس عرفت فالزم يا معاذ. نغال دائما ذي درسنا في الموت أنولي قليلا الاحتضار ما يحتضر الإنسان عندما يأتيه ملك الموت كيف يكون. أولا ما يلازم المؤمن يقول تدننا ذي الدرس قاعدان فإن ملك الموت يأتي مع ملائكة الرحمة. ربي أزدي صب الملائكة من الرحمة ملائكة وكنت بشرا سالجنة. قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله عز وجل الذي قال بنمادية الاحتضار للمؤمن أزن شقا ملائكة الرحمة. أشو السنين الملائكة يجي أنجد قار مجاهد وهو من التابعين المفسرين إنك تتنزل الملائكة في موقف عظيم يوم الموقف سجد العبد مرة يسجد أما ذي المؤمن أما ماشي ذي المؤمن إنك الإنسان يخاف على ماضيه يجاز فشي عدان ويخاف على مستقبله سوى يلحو. هل هناك عذاب القبر هل هناك عذاب النار هل هنالك حساب هل يعني يستنى شو دي تسن وزرارة. فإن الملائكة تأتيه وتؤمنه كما يقول مجاهد إنك وتطمئن قلبه. السنة تجازل الملائكة يجي السنة كتيني صعدار الخوف كتيني تليض المؤمن أنت من أهل الجنة كتيني تليض خدمة الخير تليض عبد سيدي ربي عز وجل فتؤمنه من الأمن والسلام وعدم الخوف. تلقى ملائكة البشرى تأتي يعني ملائكة الرحمة وتؤمن هذا الإنسان المؤمن. ما إلا العبد ذي الكافر قلا والعياذ بالله كان فاجرا كان لا يطيع الله عز وجل إلا يخدم غير دين نفسه ربي عز وجل لا يصلي لا يصوم يكفر بالآخرة يستهزئ بالنار والجنة ما إلا العبادة يكفرون. فإن الله عز وجل وصف كذلك موقف أنه لا ولي له ويسعى الولي ويسعى الملائكة البشرى بل له ملائكة العذاب. أدين زلسي ربي عز وجل الملائكة من العذاب يوكنا عذبا مسفى روحني. قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نيكر بدي نزل الملائكة قاش أخذ مني الكافر هناك تكسن هذو ثن عروريس تدفريس هذو ثن الوجوه ينس أسنين ذوق عذاب الحريق. خشينيت اللي تكفروا سيدي ربي عز وجل لا ولي لك. ذكيوت الآية النظامي قال ربي عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. العلماء قام زاكين الملائكة أسنين صفة الروح التي غضب الله عليها صف غتيد توقد في الروحني توقد في الزراع بليلة العذاب تتراجو أستر ولا مديني أستروح هاري ضرنيس أستروح هاري فسنيس أستروح هاري وعروريس أفشتك الملائكة تضرب هذا الإنسان الكثيف يوكند في الروح إلى سخط من الله عز وجل وإلى عذاب الله وإلى عذاب الحريق. يقارد المفسر الكبير ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم يقارد أي لو ترى يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما فظيعا منكرا إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوقوا عذاب الحريق. يعني كأنما الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد كتولي الموقف اني خشيني أثر فلاس لأنه موقف عظيم وموقف يعني فظيع السوحاش الموقف ني ولكن يا رسول الله فإنك لا ترى هذا فإنه من الغيب الرب عز وجل يقزران العذاب. وفي الاحتضار العزمة ديال الموسى ما ديال الموت الغرز لن بعض الأمور لقد نقدم لن ذي سنن النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة نزوروا الدعاء للمحتضر إلا ما تروح هذا الزور ديون مات ولا ضفان يعني إزمرا يعني هذه مات النغيه لكي ولا هلاك ميؤوس إلا قد تدعو التماس. يقارد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواته أم سلمة في صحيح مسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إن النبي صلى الله عليه وسلم تروح ما تزورهم العبد يهلكن إنما العبد الذي يحتضر يعني قيفة يمذ إن يمد الحاجة الهان إن مثلا اللهم اجعله من أهل الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر اللهم اشفيه أفيغار إنك عطلت الملائكة ديننا حاضرة والملائكة دين آمين. أفشتك إذن من السنة ما يروح حد يزور العبد يهلكن العبد الذي يئس من الدنيا يعني ربما سيموت الدين الخير بدون أن يفصله الرسول صلى الله عليه وسلم كل حاجة الهان ينفيد فإن الملائكة تؤمن. وكذلك جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره هذه وصفة اسمه موت عمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنك إلا سفلا مطراح إنك فتكنفه الناس مدنو كتروحنا الغرص يعني يقبلونه يرونه إلى غير ذلك خطأ حزن شديد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه إنك وهم يدعون ويصلون قبل أن يرفع قبل ثواني يعني مغلا إنك وأنا فيهم يعني ابن عباس الله جلسا إنك فلم يرى عني إلا رجل صبنا قرون سنشويتي ولا إنك إلا رجل آخذ بمنكبي إنك أنا يون العبيد يفقني ولا يد ابن عباس معروف صحابي جليل إنك يطفيدك يستيس إنك فكنت أسمع أنه يقول يرحمك الله يا عمر إلى قارد علي بن أبي طالب لعمر يرحمك الله يا عمر ادعو صرح ما أتي رحمة سيدي ربي عز وجل. وقد دليل أن الدعاء إذا ذهبت لتزور ميتا أو محتضرا أو كذلك مريضا. وكذلك السنة السنة أن تلقن الميت والمحتضر هذا أن تلقنه الشهادة ما تعرف الزروط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله. لقنوا أي ما فاحت الزروط أدني لا إله إلا الله، وخاصة لما كيدن لنا المحتضر الذي يروح ينسمزلوا في غارة، فخطر الشيطان يجتهد في هذا الوقت وفي هذا المكان يوكلنا أدي كفر الإنسان أجي أفاش تجي ما تدي زور الأب أديني لا إله إلا الله. تجي كذلك السنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدعية المروية في الصحيح أن الإنسان هذا لابد أن يدعو الله عز وجل الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول فيه اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا بهذا الدعاء قبل وفاته. وكذلك من السنن كذلك أن نضع اليد على هذا الإنسان الذي ما زال لم يموت، أما ما يوقيه الحين مليح نغ المريض أسمسحظ يعني وذميس كذا بيدك وادعو الدعاء الذي كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيه المريض. كان يقول اللهم رب الناس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أدعو ربي تشفي لأن الشافي هو الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في زرام اسمي يروح حد يزور سعد بن أبي وقاص وكان بمكة المكرمة يدعيس إنيس اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا. والسنة في الثلاثة كذلك المحتضر وين يعني يزدوس الموت يعني قبل أن يموت نرجيه كما قال العلماء في رحمة الله ونحسن له الظن بالله تعالى. إلا نحسن الظن بالله شو المعنى ينسى أسنين إن شاء الله أنت من أهل الجنة إن شاء الله كتيني ربي ثاني أتغفر كتيني في اللي تخدم هذا الخير في اللي تحوض يعني الجماع في اللي تصدقه في اللي تزوره في اللي تخدم دار الشر في اللي كذا نحسن الظن لكن يموت وهو يعني يحسن الظن بالله عز وجل. هذه مثل أنت متيقن أن الله يرحمه ويغفر له. في الليلة القصة رويت عن عمرو بن العاص وهو صحابي من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقال أنه يقول أحد من الصحابة حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وولى وجهه إلى الجدار. إنك نحضر يعني الاحتضار ميدوسا يعني الموت في عمرو بن العاص إنك ليس وطن يزيقد مثل الحيط باش يتولي حتى يول ويعني يستغفر الله ويسلو يقاد وقع عمرو بن العاص ما بالو كيف بنينين كل كمادة في الموتى. إذا كان يبكي وإلا يعني يرغرس يعني واحد من صحابة سنا إنيس فجعل ابنه وقيد ميس كذلك من بينهم أحسن ميس إنيس كان يقول له يا أبتاه أما بشرك رسول الله بكذا أما بشرك رسول الله بكذا. إنيس سبب وكبشرارة الرسول في الخير وكبشرارة الجنة وكبشرارة المغفرة كان يحسن له الظن بالله إلى مد أزناز باسم الشيء الحاجني لهنيك لا يخدم إيوا كان يموت على حسن الظن بالله. وإن كان الصحابة صفة يقسعانس ولكن كانوا يخافون من الموت. وكذلك كما قلنا في الدرس الماضي أن الموت عندما تخرج الروح ما تفه الروح إلا السكرات سكرات الموت سكرات جي ولاد الرسول صلى الله عليه وسلم عانى منها ولاش العبد يعني يسعنا سكرات الموت جي. وسكرات الموت هي عندما تخرج الروح يتعذب الإنسان تؤلمه الألم. السكرات هي الكربات هي الغمرات هي يعني مدينة يعني العبد قسن أي تسفري كنت وليرى. ولكن هنالك هذه السكرات كما قال تعالى في القرآن الكريم يصف سكرات الموت في سورة قاف قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولم يمكن يوصف سيدي ربي عز وجل الموت إنه كأنما الإنسان نائم يطص يسعى تذولي أم بعد الزكتة تذولي الذكرى دي ولي الحقيقة
هكذا الاحتضار وهكذا الموت، كأنما الإنسان في غفلة يروح، فعندما يأتيه ملك الموت ويأخذ منه روحه هذه كلا تولي إزراء وتروحون إزراء، يعني هل من أهل النار هل من أهل الجنة إزراء تولي هل له عذاب أم هو من أهل الإيمان. وقرد سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها واصفة احتضار الرسول صلى الله عليه وسلم كان تقول: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب ربي وكنا هذيك كثر شدة سكرات الموت هو كتخفف في الأمينس أفشي كان تقول عائشة هو اللي غار العمري ولا عيوني السفرة وقبل ذي مثل أمشي السفرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنولي أميك إدي والصفيون من سلف صالح الاحتضار أن تفاروا حقي هو نستعد لهذا اليوم، لأن يمكن الذي أنا دي بالاحتضار ومن خروج الروح ومن سكرات الموت. انظر يعني يمشي دي والصفيون الصحابي نيك عن عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قال له ابنه: يا آبتاه، ولي مثل سنة مثل جنان ولد ثلاث ولي مرة ثانية إنك لتقول إنس أذبا وسلي ضاس قرض ذي الدونيس أشد قرض أذبا عمرو بن العاص إقاس: يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد. إنس للقرض ذي الدونيس وكان الدفاعي ولكن يقف ذي مثل أيدي والصف آمش ستيل المساقي أجل سينا مساقي كيس فاطن إنس: وأنت ذلك الرجل ذكشني إذا رقزني يا أبتاه، ذكشني إذا رقزني إني فصف لي يا أبتاه الموت ما دام أقلك في حضارة يعني في احتضار وصفيد أمش سيل المتقي يا أبتاه. أشوز دينا انظروا كيف يصف الموت. إنيس: يا بني والله كأن جنبي في تخت وكأني أتنفس في سم إبرة وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. ثم قال شعرا يعني ناس أمي زر المتقاميش أم العبد قلن في تختين تخت ذي اللغة العربية كما جاء في لسان العرب عندي تنزيك اللبسة أرغونا فما دي نستخزن سمشطوح إن سما دي نلعب تندق تخزنتني ويزمها لي حرك لا أما دي نظن ديونو مكان أمن نعشاكي إتران الموت الميت جيس إناس ما تحرك إناس كأني في تخت لا حركة لا يمكن تتحرك لا اليد ولا رجل ولا رأس. إناس وكأني أتنفس من سم الخيط يعني ناس من سم إبراتي ناس أمزونة نفسة سمروجني أطوطوشنا مشطوح نتسجنيت وين كان الاسبيراسيون ينس. أما دينا الموت يعني خلاص أجل يكفى الأكسجين نينيك يكفى انتهى يقعد شوية كأنكني يتنفسه الإنسان حتى ينتهي ما عنده من حق هذا الهواء. إنك وكأن غصن شوك يجذب من قدمي أم دنيا إثنان سودة ظني التلين ذا سون أخطى الروح أدت كسد ملك الموت بالملائكة وكندفع من الفم. هكذا يحتضر الإنسان. أفاش تجي سيدي ربي عز وجل يوكن السويرة يوكن يعني نتذكر ونتعظ بالموت واليوم القيامة كانت في المواقف إنك بلكو تندمم السن المواقف هذه. الموقف الأول موقف الاحتضار وهو موقف الموت. أشد قرتي دي ربي عز وجل هذه القرآن الكريم ما ولذلك الإنسان قريب هذه ماذا قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فاعل الموت سيأتي إليك فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال ربي كل شوية أذغل من صالحين. الجواب ثاني نجي القرآن الكريم مشارمة يوم القيامة قال تعالى جوابا عليه: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أثني الموقف
ولا قاس نفسه وهو احتضار الإنسان هو سكرات الموت. الموقف يوسن يوم القيامة، ويتندم الإنسان يوم يرى نفسه أنه من أهل النار، يوم يدخل الجنة النار فيقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا ربي إناد. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولكن جواب سيدي ربي عز وجل في القرآن قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ربي